عندك مناسبة أو عيد ميلاد وعايزة تعملي جاتوه في البيت أو أي حاجة حلوة تفرحي بيها الأولاد. تعالي نعمل مع بعض 10 قطع من الجاتوه بطريقة سهلة جدا، وكمان مكونات بسيطة ومش مكلفة خالص. هنعمل أحلى جاتوه في البيت. معايا هنا نص كيلو من اسبونج الفانيليا، ممكن تجيبيه فانيليا وممكن تجيبيه شوكولاتة حسب ما انت عايزة. نص كوباية من المية وست بيضات ومعلقة كبيرة كده من الفانيليا ونص معلقة من الخل. بس كده، هي دي المكونات بتاعتنا. ورشة ملح بس خفيفة. حطيت المية والبيض وكمان الفانيليا، وهضيف عليهم بقى دي الاسبونج حسب ما انت عايزة، بالشوكولاتة او بالفانيليا بتجيبيه. بعد كده هقلبهم كده مع بعض عشان لما اشغل العجين ما يبهدلش الدنيا. هقلبهم كده بقى تقليبة حلوة. لو لسه اول مرة تعمليه هينجح معاكي من اول مرة. اهم حاجة تعجني الاسبونج كويس مع البيض كده عشان يديكي زي الفوم. كل ما عجنتيه كويس اداكي نتيجة افضل. هسيبه كده في العجان حوالي 7 دقايق علشان خاطر يبقى عامل معاكي زي الكريمة كده. بصي الخليط بتاعه بقى عامل ازاي. بعد كده جبت ورق من الزبدة حطيته في الصاج ده، صاج 30 في 60. هنزل بقى بالخليط بتاع الكيك. بصوا طلع حلو ازاي. وهفرده بقى في الصاج بتاعي. افرده بقى كده كويس واسويه بالسباتيولا. وبعد كده بلي الاسباتيولا كده خفيف عشان تسويه يبقى الوش بتاعه متساوي كويس. بس كده خلاص سويت الخليط بتاع الكيك. هدخله بقى الفرن على درجة حرارة 170. هيقعد معاكي من 30 دقيقة ل35 دقيقة على حسب الفرن بتاعتك برضو. بعد كده عقبال بقى الكيك ما يطلع من الفرن هعمل الكريمة. عندي هنا ربع كيلو من الكريم شانتيه، حطيت عليه كوباية وربع من اللبن. وهضربهم كده بقى في العجان لغاية لما الكريمة بتاعتي تبقى حلوة كده متماسكة، متبقاش سايحة. عشان تديكي نتيجة حلوة تحطي اللبن يكون متلج. واضربها كويس كده الكريمة بتاعتي بقت كويسة. وادي الكيك كمان بعد ما خرج من الفرن. هقلبه بقى كده على ورق زبدة عشان ابتدي بقى اشتغل فيه. وهنا هقسم الكيك بتاعي كده نصين. لو حاسه ان هو خد لون معاكي شويه بتحاولي ان انتي تقشريه بالسكينه. هنا سقيت الكيكه الطبقه الاولانيه اللي من تحت دي سقيتها باللبن والسكر، بس المقطع ده اتشال. فهنا بنسقي الكيك الاول وبعد كده هحط الطبقه من الكريمه. وبعد كده احط طبقه الكيك التانية وهخرمها كده برضو. وهنزل عليها اسقيها باللبن برضو والسكر. الخطوة دي عملتها برضو في المقطع الاول، بس المقطع اتشال مني اتحذف. كده خلاص سقينا الكيك بتاعنا. هغطيها بقى بطبقة من الكريمة. هسوي بقى الكريمة بتاعتي كده كويس. بعد كده هجيب بقى السكينة بتاعتي المشرشرة واحطها في المية السخنة. وبعد كده هقطع الجوانب بتاعة الكيك كلها من كل الاتجاهات عشان اسويها كويس. طبعا بواقي الكيك ده مش بنرميه، نحطيه في كاسات كده وعليه كريم شانتيه كده وتاكليه بيبقى برضو حلو قوي. مفيش حاجة عندنا تترمي. بعد كده احط السكينة تاني في المية السخنة واقطع قطع الجاتو بتاعتي علشان تطلع معايا متساوية وما تبص مني. لازم تحطي كل مرة السكينة في المية السخنة. بعد كده هتزينيها من فوق بقى صوص كراميل، صوص شوكولاتة، اي صوص عندك تزيني بيه من فوق بشكل عشوائي كده. وهقطعهم برضو بالعرض وازينهم بالكريمة. وعندك بقى كريز اي شوكولاتة اي حاجة كده سهلة عندك في التزيين من فوق تزيني بيها. حطيت كده بالكريمة. وبعد كده عندي شوكولاتة وكمان شوية من الكريز كده زينت بيهم ودي شكله حلو. اخر قطعتين دول عملتهم مثلثات عشان كانوا كبار شوية. وشوية كده من الشوكولاتة الملونة
كده عملنا 10 قطعة من الجاتوه. بصوا القطعة حلوة ازاي، وعايزة اقولك الكيك كان هاش وطعمه جميل. هتسيبيها بقى حوالي 3-4 ساعات كده في التلاجة، وبعد كده تقدميها عشان يبقى الكيك برضو تماسك. كان معانا احلى جاتوه في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان طعمه كان حلو جدا. يا رب يكون عجبكم الطريقة، ومتنسوش بقى لايك وشير والاشتراك في القناة لو انتوا لسه اول مرة بتشوفوني. كنت معكم مطبخ لينا.